هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن الصحاب. فيديو النهارده هيكون مختلف، هنتكلم عن حاجه يعتبر تخصنا كلنا، فاي حد في اي فئه عمريه يقدر يشوف الفيديو ده ويستفاد منه. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه وهي ان احنا لازم نكون مؤمنين بكلمه ان فعلا المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. يعني انت ما تقولش مثلا انا هصاحب فلانه بس انا مش هبقى شبهها، لا، انت طالما انت قررتي اللحظه اللي انت قررتي فيها ان انت تبقي صاحبتها، ده يعتبر في لحظتها موافقه منك على انك عايزه تبقي شبهها. فانت بقى لازم لما تيجي تختاري حد تختاري حد انت حرفيا عايزه تبقي شبهه، لكن مش تختاري حد انت تقولي لا هو انا هعرفه بس عشان شخصيتها كويسه او عشان هي طيبه او عشان مش عارف ايه، بس انا مش هبقى شبهها عشان هي بتعمل حاجات تانية غلط او هي بتعمل حاجات تانية مش كويسه، وانت هتقولي بقى ان الحاجات دي مش هتاثر عليا وانا مش هعمل زيها. واحده واحده هتلاقي نفسك بقيتي شبهها، واحده واحده هتلاقي نفسك بقيتي بتقتنعي بافكارها وبقيتي بتمشي وراها وبقيت شبهها. وحتى كمان لو انت ما اقتنعتيش بافكارها، الناس اللي حواليك هتبقى مقتنعه ان انت شبهها فهتاخدك باعتبارها. تمام؟ فبالعكس، بدل ما تحولي الموضوع ده لحاجه وحشه ان انت تروحي تصاحبي واحده مش كويسه فالناس تعتبرك مش كويسه زيها وانت تبداي تكوني مش كويسه زيها، لا بالعكس، حاولي تصاحبي واحده كويسه، بني ادم مثلا محترمه، اخلاقها كويسه، متفوقه دراسيا، عندها يعني وقار كده وبتعرف ازاي تتكلم، عندها شخصيه بتعرف تحاور، وعندها يعني مثلا تقدر ان هي تتكلم في موضوع معين فتقدروا ان انتوا تتناقشوا مع بعض في حاجه معينه وتفيدوا بعض وكده. ده تقدري ان انت تصاحبيها. بالعكس، واحده واحده هتبقي شبهها، واحده واحده هتلاقي نفسك بتجتهدي عشان تحصليها، واحده واحده بتلاقي نفسك دخلتي في مرحله منافسه معاها، منافسه شريفه طبعا، ودي حاجه جميله جدا ما بين الاصدقاء ان احنا يكون ما بيننا منافسه شريفه على الحاجات الكويسه وعلى الحاجات اللي تشجعنا على الخير وعلى الصح. تاني نقطه هي ان احنا ما نصاحبش حد مش عايز يصاحبنا. يا جماعه احنا مش قليلين، لما حد يرفض ان هو يكون يتعرف علينا يبقى احنا خلاص عادي نمشي بكرامتنا عادي جدا من غير ما نضايق حد ومن غير ما نزعل من حد. الموضوع ما يزعلش على فكره، القبول مش موجود بين كل الناس، في ناس ممكن ما يكونش بيننا وبينهم قبول، هم عادي ممكن يكونوا يعني مش بيكرهونا بس ما فيش قبول، مش حابين ان هم يكونوا معانا، مش شايفين نفسهم معانا، عادي ما فيش مشكله. احنا مش قليلين ان احنا نروح نقلل من نفسنا عشان حد، وبرده مش لازم نستنى ان حد يطلب مننا ان احنا نبعد عنه او ان هو يحاول يبعد عننا بطريقه يعني تكون وحشه. لا، احنا مجرد ما نلاقي ان ما فيش قبول، ما فيش توافق في التعامل، الشخص ده مش مرتاح من وجودنا، خلاص نمشي من سكات. وبرده مش نمشي اللي هو نقطع علاقتنا 100%، بس ما نحاولش ان هو نقرب من حد زياده عن اللزوم لدرجه ان احنا نبقى خانقينه وهو مش حابب الحاجه دي. وعلى فكره ده مش ممكن ما يبقاش تكبر من الشخص التاني خالص، هو الفكره بس ان هو مش حابب القرب الزياده ده بسرعه كده من غير سبب. الكلام ده كله حاجات ممكن بتضايق بعض الناس، في ناس بيبقى عندها خصوصيات معينه وما بتحبش حد يتدخل فيها عامه ايا كان صحاب او مش صحاب، فنحاول ان احنا نحترم خصوصيات الناس التانيه. ولو حد مش حابب ان هو يعني يقرب مننا زياده عن اللزوم ما نحاولش احنا ان احنا نجبره على اي حاجه، احنا مش قليلين زي ما قلنا، ولو حتى هنفضل لوحدنا بس نفضل زي ما قلنا بكرامتنا وبوقارنا لحد ما يجي اللي يستاهلنا، يعني ان احنا نكون صحاب. ودي النقطه الثالثه اللي انا حابه اتكلم فيها، ان احنا لو هنفضل لوحدنا عادي مفيش اي مشكله، احنا نصاحب نفسنا، احنا نبقى اصحاب نفسنا، احنا نقف جنب نفسنا، احنا يعني ما نبقاش محتاجين حد ان هو يسندنا او ان هو يساعدنا. يعني الاصدقاء او الصحاب دول مش حاجه اساسيه في حياتنا اصلا، تمام؟ وده مش تقليل خالص من الصداقه، بس الفكره ان هي دي الحقيقه فعلا، ان احنا المفروض ان احنا نقتنع ان دي مش حاجه اساسيه. في ناس كتير جدا عادي ممكن ما يكونش عندها اصحاب وعايشه مبسوطه وسعيده، احنا بس اللي بقينا اتنشن شويه وحاسين بفكره اللي هو انا وحيد، انا لوحدي، انا ما عنديش صحاب، يبقى انا كده مش كويس، او المشكله فيا، المشكله فيه، مش عارف. هي ما فيش مشكله اصلا، هو عادي ان احنا ما يبقاش عندنا اصحاب، وعادي ان احنا يبقى عندنا اصحاب، وعادي ان احنا يبقى عندنا معارف، عادي ان اصحابنا هم يبقوا قرايبنا، وعادي ان اصحابنا يكونوا مثلا ناس ما نعرفهمش بس يعني واحده واحده بدا يبقى في ما بيننا قبول، عادي ان اصحابنا يكونوا حد من اهلنا، ممكن مامتك، ممكن اختك، ممكن اخوكي، ايا كان. فكلمه صحاب مش حاجه اللي هو يعني اساسيه كده في حياتك لازم يكون عندك صاحب، او ان انت يبقى عندك صاحبتك الفلانيه البيست فريند ومش عارف ايه والكلام ده كله. كل ده يعني كلام كده ايه مستحدث من العصر وشويه كلام يعني الناس هي اللي مخترعاه، لكن دي مش حاجه اساسيه في حياتنا خالص. وزي ما قلنا ده مش تقليل من الصداقه، الصداقه حاجه جميله جدا، وان احنا يبقى عندنا اصحاب دي اضافه جميله جدا لحياتنا زي ما قلنا، لو هم بيجرونا للخير وبيشدونا لفوق وبيطلعونا لفوق. بس عدمها مش وحش، عادي ان احنا نمشي لوحدنا، عادي ان احنا ما يكونش عندنا اصحاب، عادي ان احنا نيجي في فتره نبقى لوحدنا. ده يعني الوحده مش شيء وحش، نحاول ان احنا نتعود عليها، وبالعكس نحاول ان احنا نبسط نفسنا بنفسنا. يعني لان انا ذات نفسي شخص بحب ساعات اقعد لوحدي، بحب اكون لوحدي، بحب امشي لوحدي، فدي حاجه اصلا المفروض ان احنا نستمتع بيها عامه، ان احنا يكون لنا خصوصيتنا، ان احنا لوحدنا، ان احنا رايقين كده ما فيش حاجه توجع دماغنا. فبالعكس نحاول ان احنا نبص للموضوع من وجهه نظر تانية، هنلاقيه يعني ما فيهوش اي مشكله خالص. الحاجه اللي بعد كده وهي يعني انا قلتها في الاول
الاول بس هقولها تاني دلوقتي عشان اوضحها شويه، وهي ان احنا لازم نختار الناس اللي شبهنا من الاول. يعني ما نقولش مثلا انا هصاحب فلانه وهي معلش هي اخلاقها مش كويسه شويه، او هي بتكلم ولاد، او هي مش عارف ايه، وانا ان شاء الله يعني هساعدها وهشجعها واخليها توقف ده ومش عارف ايه والكلام ده كله. كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحه حرفيا. بالعكس انت ممكن انت اللي تتاثري بيها وتبقي شبهها للاسف. فيعني خدي اللي شبهك من الاول، تمام. برضو ما تحاوليش ان انت تروحي يعني تصاحبي ناس اعلى منك قوي، فاهمه قصدي؟ لان اول حاجه ممكن يكونوا هم يعني مش حابين القرب ده، ان هو مثلا يعني انت مثلا اقل منهم، مثلا خلينا نقول مستوى دراسي، تمام. انا ما بتكلمش ان هي كتكبر والله ولا اي حاجه، بس انا بتكلم مثلا ان هو انت مثلا مستواكي على قدك عادي، مفيش اي مشكله، وبتحاولي تطوري من نفسك وتساعدي نفسك وربنا كرمك وبتذاكري وبتعملي اللي عليكي وخلاص، هو ده مستواكي. ما تحاوليش بقى ان انت يعني عايزه تبقي انتمت او الاولى على الدفعه من غير سبب، تمام. ما تحاوليش ان انت تعملي كده، ده اول حاجه عشان ده اختراق لخصوصيتها. يعني واحده مثلا انت لسه مثلا انت عارفاها من يومين، عايزه تبقي صاحبتها الانتيم ازاي يعني؟ تمام، لمجرد بس ان هي شاطره او ان هي معروفه او مش عارف ايه، ده اسمه اختراق للخصوصيه. انت عادي يكون لك احتكاك معاها وتعرفيها ومش عارف ايه، وهي اكيد يعني مش هيبقى عندها مشكله، لان يعني مش كل الناس شايفه نفسها والكلام ده، ولا مثلا عشان واحده ربنا مديها مثلا يبقى هي لها الحق ان هي تشوف نفسها. انا بتكلم في فكره اختراق الخصوصيه بس زياده عن اللزوم. فما تحاوليش ان انت زي ما قلنا هنا تصاحبي ناس مش شبهك، ان هم يكونوا اوحش منك قوي او ان هم يكونوا احسن منك قوي برضو، تمام. لان ممكن ده يحسسك انت ذات نفسك بالنقص في ساعات، اللي هو انا ليه مش زيها او مش عارف ايه او كده، مع ان انت بتعملي اللي عليكي، هو ده مستواكي، هو ده اللي ربنا كاتبه لك، تمام. فما تحاوليش ان انت تحطي نفسك في موقف يضايقك انت، مش هيضايقها هي وهيضايقك انت في الاخر. فمن الاول يا جماعه نكون جنب اللي شبهنا، جنب اللي من مستوانا الاجتماعي الدراسي التربوي او الاخلاقي، يعني ان هم يكونوا اخلاقهم شبه اخلاقنا وناس محترمين زينا باذن الله. فنحاول ان احنا ناخد اللي شبهنا من الاول عشان نرتاح بعد كده والله. وزي ما قلنا لو ما لقيناش يبقى خلاص احنا صحاب نفسنا واحنا مع نفسنا ومبسوطين كده، تمام. الحاجه اللي بعد كده وهي ان احنا مهما كنا اصحاب واخوات وقرايب وحبايب وبنموت في بعض وعايشين مع بعض، وبصي اتنين في واحد كده، ما ينفعش ان احنا نعرف اسرار بعض. اسرار بعض اللي هي اسرار يعني حاجه مثلا الحاجات العائليه، الحاجات اللي تخصنا احنا، حاجه احنا ذات نفسنا مش يعني مثلا ماما عارفه عنك سر معين، تمام. حاجه انت مثلا عملتيها في يوم من الايام، ومثلا حاجه غلط عملتيها غصب عنك مثلا، او مثلا سر معين عندك انت ومش حابه حد يعرفه. مين اللي بيرن الجرس؟ انا عايزه اخلص قبل ما الكهرباء تقطع. الكهرباء بقت بتقطع 12 ساعه كل يوم، يعني عامله زي المضاد الحيوي. المهم يلا نكمل. ما ينفعش يعني ايا كانت درجه القرب اللي ما بينكم ان انتوا تعرفوا عن بعض اسرار خصوصيه، زي الاسرار العائليه، زي الاسرار اللي تخصك انت، زي حاجه مثلا فلنفترض ان هي حاجه غلط عملتيها غصب عنك وربنا ستر عليكي، ما تروحيش انت تفضحي نفسك بقى وتعرفي الناس عنك كلام مالوش لازمه، بجد مش هيبقى ليها لازمه خالص، لان هي مش بتدل على الثقه، بالعكس ممكن كمان تنزلك في عين الشخص اللي هي صاحبتك دي، تنزلك في عينها غصب عنها. يعني هي غصب عنها لما تعرف ان انت عملتي الحاجه الفلانيه، حتى لو غصب عنك وحتى لو انت بطلتي تعمليها وحتى انت ذات نفسك هتنزلي من نظرها، تمام. فانت خلاص طالما ربنا سترك على الحاجه دي وبطلتي تعمليها وخلاص، ما تحكيش لحد عنها بقى، تمام. الحاجه اللي بعد كده مهمه جدا والله العظيم يا جماعه، اللي ماما تقول عليه لا يبقى لا. ماما قالت صاحبتك دي مش كويسه يبقى صاحبتك دي مش كويسه، ماما قالت صاحبك ده مش كويس يبقى صاحبك ده مش كويس، والله العظيم صدقوني الامهات بيطلعوا صح في الاخر، تمام. فاللي ماما تقول عليه من الاول لا يبقى لا يا اولاد الحلال، وناخد بمبدا كده ان قلب الام بيحس بكل حاجه وماما عارفه كل حاجه، تمام. خلينا نقول مثلا ان مامتك ما بتحبش صاحبتك الفلانيه، بس صاحبتك الفلانيه محترمه وجميله وشاطره وعسوله وكل حاجه، تمام. صاحبيها عادي وخليك صاحبتها، ما بقولكيش ان انت تقطعي معاها برده، بس تحرصي منها، ما تكونيش برده اللي هو حرص ولا تخونش يعني من الاخر. بس برده مامتك مش هتقولك مثلا انا ما بحبش فلانه او فلانه مش كويسه او مش عارف ايه من فراغ، اكيد هي عندها سبب. حاولي ان انت تسمعي اسبابها وتشوفي هل هي كلامها فعلا صح. لو اقتنعتي بكلامها وعرفتي ان كلامها صح، يعني حاولي ان انت بقى واحده واحده تبعدي، لان ده ممكن يسبب لك مشاكل بعد كده. الحاجه اللي بعد كده وهي ان انت ما تتدخلش في خصوصيات حد، اللي مالكيش فيه مالكيش دعوه بيه، ما تدخليش في خصوصيات حد. مالكيش دعوه مثلا صاحبتك ماسكه الموبايل بتكلم مين، مالكيش دعوه صاحبتك مثلا اشترت الفستان الفلاني الاسبوع اللي فات وازاي هتشتري فستان الاسبوع ده، مالكيش دعوه صاحبتك مامتها وباباها راحوا فين، مالكيش دعوه صاحبتك مثلا مرات خالها مش عارفه مالها مع ولاد عمتك. اي حاجه عائليه، اي حاجه خاصه، اي حاجه لها علاقه بالدراسه، اي حاجه لها علاقه بمثلا الماديات والفلوس والكلام ده ما نتكلمش فيها. اي حاجه لها علاقه مثلا بالخصوصيات عامه يعني ما نتكلمش فيها، مالناش دعوه. اي حاجه عامه لها علاقه بالشكل برده مالناش دعوه بيها. صاحبتك دي تخنت، صاحبتك خست، صاحبتك
مثلا وشها فيه حبوب مش عارف ايه، ماشي. ممكن صاحبتك مثلا الطقم ده مثلا ضيق عليها شويه، تقولي لها مثلا ممكن ان انت الطقم ده ضيق عليكي شويه، عادي، دي عادي، الطرحه دي مثلا مش لايقه على الطقم ده، عادي. مش عارف ايه، يعني الكلام ده من ده عادي. لكن كلام حاجات هي مش هتقدر تغيرها بنفسها وحاجات مش بايديها هي، ما تحاوليش ان انت تتكلمي فيها خالص، حتى لو بنيه كويسه، حتى لو بدافع ان انت عايزه تنصحيها، بلاش. لان ده يعني ايا كان بيوقع العلاقه ما بينكم وبيعمل كده، يعني زي ايه، ممكن يسبب زعل. حتى لو هي ما بينتش ان هي زعلانه هتزعل. نقطه برضو قلتها على السريع كده، وهي التدخل في الدراسه. ان احنا مش لازم يا جماعه عشان احنا اصحاب ان احنا نبقى عارفين عن بعض كل حاجه في الدراسه. انت ذاكرتي ايه وعملتي ايه وهتذاكري ايه النهارده وهتذاكري ايه بكره وهتذاكري ايه السنه الجايه، لا، ما نحاولش ان احنا نكون بنتدخل في خصوصيات حد للدرجه دي. احنا ممكن نسال صحابنا مثلا عملتي ايه في الدرس الفلاني، اصل هو كان صعب معايا، طب حليتي عليه، طب المساله الفلانيه حليتيها، ده عادي، وعادي ان احنا اصحاب ونساعد بعض في المذاكره وكل حاجه. بس قصدي اللي هو التدخل الاوفر الزياده، اللي هو انت انت بتذاكري من الساعه كام للساعه كام، طب انت ذاكرتي الدرس الفلاني، طب انت ما ذاكرتيهوش ليه، طب مش عارف ايه. دي بحسها يعني ايه، التدخل في خصوصيات شويه. وبالذات حته اللي هو طب انا ممكن اكون ذاكرته عادي مش لازم اقول، طب انا مثلا الحته الفلانيه الدرس ده انا راجعت عليه قبل كده براحتي لوحدي، ليه مثلا يعني تكوني مستنيه مني ان انا اقول لك جدول بمواعيد مذاكرتي وكل حاجه انا بعملها؟ ده يعتبر تطفل شويه وتدخل في خصوصيات. زي ما قلنا لو احنا محتاجين مساعده من صحابنا، ان احنا نذاكر سوا، ان احنا نخطط مع بعض نذاكر، ان احنا حاجه واقفه معانا نحلها سوا، كل الكلام ده ما فيهوش اي مشكله. بس التدخل اللي ملوش لازمه في خصوصياتنا عامه ملوش لازمه، والمذاكره من ضمن الخصوصيات دي. الحاجه اللي بعد كده وهي مهمه جدا جدا برضو، بشوف ناس كتير بتهملها، وهي ان احنا مهما حصل يا جماعه لازم يكون في ما بيننا حدود. ما ينفعش مثلا ان صاحبتي تشتمني باهلي او تشتمني عامه، ما ينفعش ان صاحبتي تمد ايدها عليا، ما ينفعش صاحبتي تتدخل في خصوصياتي اللي هي خصوصيات، انتوا فاهمين قصدي. ما ينفعش ان صاحبتي مثلا تسالني عن اسراري وانا بقى اتكسف فاقوم قايله لها عشان مكسوفه ان انا ما اقولهاش. لا، انت سالتي في حاجه ما تخصكيش، هقول لك لو سمحتي دي ما تخصكيش، او انا مش عايزه اقول، او مش عارف ايه، قطعا كده ما فيهاش كلام. فانت ما تسمحش لحد ان هو يتدخل في خصوصياتك، ولا انت تتدخل في خصوصيات حد، ولا تتعدى حدودك مع حد. ما تسمحش لحد ان هو يعايرك برده، ما تسمحش لحد ان هو يتطاول عليك زي ما قلنا. يعني لو انت في مصاحبه حد او مصاحب واحد وانت شايف ان هو بيتكبر عليك، او ان هو شايفك مش من مقامه، او ان هو شايفك ان انت اقل منه او كده، خلاص ابعد باحترام وبذوق وبكل حاجه، لان انت بتقدر قيمه نفسك وعارف ان انت مش قليل وان انت ما تستحقش منه المعامله دي. فخلاص هو مش حابب يعاملك بطريقه كويسه تناسبك، يبقى خلاص ما فيش مشكله، ابعد من سكات. فمن الاخر ملخص كل ده ان احنا يكون في ما بيننا احترام متبادل وتقدير متبادل، ان احنا صحاب وان احنا لازم نحافظ على بعض ونحافظ على خصوصيات بعض، ويكون في ما بيننا حدود. وده مش معناه ان احنا صحاب مش قريبين، يعني اقرب الصحاب اللي هم قريبين فعلا هم دول اللي المفروض يكونوا حاطين ما بينهم وما بين بعض حدود، عشان هم بيحبوا بعض وعايزين يحافظوا على علاقتهم. لكن اللي ما فيش ما بينهم حدود فده معناه ان هم اصلا مش مقدرين علاقتهم ببعض، فاللي هو عادي ممكن عشان واحد فيهم شتم التاني ولا عمل حاجه على التاني خلاص يبعدوا عن بعض عادي. تمام. الحاجه اللي بعد كده وهي ان انت تخليك صاحب جدع. لو صاحبك احتاج منك حاجه تساعده فيها، لو صاحبك طلب منك اي حاجه انت تقدر تعملها له اعملها له، ما تتاخرش عليه. لو صاحبك غاب وحد مثلا جاب سيرته او كده رد غيبته. لو حد مثلا لو صاحبك احتاجك في حاجه مثلا في مساعده في مش عارف ايه، خليك معاه وقف معاه واسنده. لو صاحبك تعب اقف جنبه. يعني الحاجات دي والله العظيم بتفرق جدا، اللي هو فعلا انا ليا غلاوه عن الشخص الفلاني وهو عمل لي كذا وكذا. فهي مش حته جميله برضو، انت ما بتعملش كده. يعني انت مثلا مش بتقدم السبت عشان تلاقي لحد، يعني انت مش بتعمل ده جمايل لحد، بس فكره برضو ان حته ان انت وقفت جنب حد وساعدت حد في فتره معينه، او رديت غيبته، او زي ما قلنا عملت له اي حاجه تدل على الجدعنه، فده بيقوي العلاقه ما بينكم وبيساعد بعد كده ان انتوا يكون في ما بينكم ثقه اكتر. طبعا صاحبك برضو مثلا لو انت مصاحب حد مثلا هو فلنفترض ان هو اقل منك في المستوى الدراسي شويه، حاول ان انت تشجعه وتساعده على حاجات كويسه، فده بالعكس مش هيقلل منك خالص ولا هيقلل مستواك، ولا ان هو مثلا هيسبقك او هيعلى عنك. لا بالعكس، انت كل ما تساعده اكتر ربنا هيكرمك اكتر على مساعدتك ليه، وبالعكس هتطلعوا انتوا الاثنين مع بعض وهتبقوا يعني ايه بتساعدوا بعض وبتنوروا بعض زي ما بيقولوا. انصح صاحبك برضو لو لقيته ان هو بيعمل حاجه مش كويسه، او مثلا ماشي في سكه غلط، او ايا كان صاحبتك مثلا بتلبس لبس مش كويس قوي او كده، او ايا كان، هي ليها منك بس النصيحه مش اكتر. النصيحه مش ان انت تكلميها بطريقه مش كويسه، او ان انت تتريقي على لبسها، او ان انت تحاولي ان انت تقللي من شكلها. لا، انت مجرد هي مره واحده بس اللي مثلا الطرحه دي لونها مش حلو شويه، هو انت ليه بتكلمي فلان الفلاني، مش ده حرام؟ هو انت ليه مثلا مش مثلا برضو بلاش اسلوب هو انت ليه، حاولي ان انت مثلا تكلميها اللي هو ده ما ينفعش، احنا ربنا امرنا بكذا، احنا مثلا المفروض مثلا هي مثلا مش عايزه تحضر الدرس النهارده من غير سبب، لا ما ينفعش، ده مستقبلنا ولازم ان احنا نحافظ على مستقبلنا. صاحبك مثلا عايز يخنصر فلوس الدرس ويروح يعمل بهم اي حاجه، لا ما ينفعش، ده اهالينا تعبوا في الفلوس دي عشان يجيبوها لنا، ما ينفعش ان احنا نروح نضيعها على الفاضي.
ايا كان حاول ان انت لو لقيت صاحبك بيعمل حاجه غلط ان انت تنصحه، بس النصيحه انت ليك عليك النصيحه بس مش اكتر، لكن النتيجه والاختيار وكل حاجه في ايده هو، وهو حر يختار اللي هو عايزه. وساعتها انت من حقك برضو تختار اذا كنت انت عايز تكمل تكونوا صحاب، ولا هو مثلا تعدى حدوده وعمل حاجات مثلا يعني ضايقتك اكتر، فزي ما قلنا ما بقيتوش شبه بعض او بقى في اختلاف ما بينكم، فانت مش عايز ان انت تكمل تكمل في الصداقه دي عشان ما تتحولش ضدك او ان انت مثلا تتاذي بسببه او ايا كان، فانت ليك الحق بقى في الاختيار ساعتها. بس كده، هو ده كان فيديو النهارده. عارفه ان انا طولت عليكم شويه، بس يا رب يكون عجبكم. انا جمعت لكم كل الحاجات اللي انا بلاحظها عامه في علاقات الصحاب عامه في الحياه، واللي ممكن اكون حاجات انا وقعت فيها برده وحابه ان انتم ما تقعوش فيها. فيا رب الكلام ده يعجبكم وتستفادوا منه، وتستفادوا منه. ولو حابين ان احنا نتكلم في مواضيع يعني عامه ليها علاقه بينا احنا المراهقين عامه وحاجات كده في الحياه اكتر، ما تكونش برده كل المحتوى عن الدراسه بس، قولوا لي في الكومنتس اي موضوع تاني حابين نتكلم فيه وانا ان شاء الله هعمله لكم على طول. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.